صباح الخير. وانا صغيرة كنت بشوف برواز في شجرة العيلة. في ناس ما كنتش اعرف هما مين اصلا، يمكن لو عديت من جنبهم في الشارع معرفش ان هما قرايبي. وكنت اقعد اسمع عنهم حكايات جميلة، مواقف بتتسرد في ساعات من غير ما اللي بيحكوها يملوا لحظة. ورغم ان سيرة الناس دي كانت طيبة، الا اني عمري ما حسيت باي مشاعر تجاههم لحد ما مريت بالتجربة بنفسي. بقى عندي برواز في خيالي مجمعة فيه كل الناس اللي عشت معاهم وما بقوش موجودين. اكتشفت قد ايه المواقف الصغيرة دي كبيرة قوي في معناها. بقيت اسردها بتفاصيلها عشان تكبر، كأني بخلق للناس اللي بحبهم قصص عايشهم فيها. اتخيلهم في تفاصيل يومي، اتخيل ضحكتهم وبصاتهم وكلامهم. قد ايه الناس دول بعد ما مشيوا سابوا الصورة ناقصة حياة حقيقية مكنتش مدركة وجودها. والدنيا بناسها فعلا، وزي ما بيقولوا الناس هم روح الحياة. مع كل واحد بيغيب الدنيا بتمسخ، ما بيبقاش ليها طعم. مهما وصلنا لنجاح، حتى لو امتلكنا الكون كله، هيفضل ناقصنا اللي نشاركه ونقسمه من عمرنا سنين وأيام. احكوا عن اللي بتحبوهم وافتكروهم دايما، يمكن دي الطريقة الوحيدة اللي هتحسسنا ان هم لسه موجودين.